السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايبه لكم النهارده طريقة حلوة جدا للحمة الشرايح او اللحمة البفتيك. هنعملها بطريقة بقى حلوة، كنت كل مرة بعملها لكم كده في صينية تحتيها بطاطس او مع بصل وطماطم وفلفل رومي. المرة دي هعملها لكم بطريقة حلوة قوي. تابعوا معايا الفيديو، لو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. يلا نبدأ وصفتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنا عندي نص كيلو من اللحمه الشرايح او اللحمه البفتيك. تيجي اخدها كده، اول حاجه هعملها اني همسكها كده وادقها بالهون. الطريقه دي حلوه، بتطري الانسجه وبتخليها ما تكشش مني واعرف اتحكم فيها. بعد كده ببتدي بقى، ممكن تعمليها بحالها كده زي ما هي، وممكن تقطعيها نصين زي ما انت شايفه كده. تمام اهو. بدقها برضو كده، وبعد كده هغسلها غسله بسيطه جدا بالميه كده، شطفه بسيطه كده بس مطرح ايدينا وكده. وبعد كده هحضر حلة فيها مية واسيبها تغلي، وانزل فيها ببصلاية، ورق لورا، لو عندك حبهان حطي فصين حبهان، فص مستكة، ممكن طماطماية، ودي كانت عندي جزرية كده. الأول عملتها بالسكينة، نضفتها القشرة اللي برا دي بالسكينة خالص، وبعد كده غسلتها، وبعد كده آم، قطعتها شرايح زي ما انتوا شايفين ونزلت بيها. تمام. هبتدي بقى بعد كده، المية خلاص بتغلي اهي، هنزل باللحمة فيها. هسلق لحمة عادي جدا، بس مش هنسلقها طبعا قوي، ومش هتاخد وقت خالص معانا انها شرايح مش لحمة سميكة يعني. بصوا، مجرد ما بتنزلوا بيها لونها على طول بيتغير. هتتسلق، ومش لازم تبقى مستوية قوي، انا كده كده هكمل سواية تاني لما احمرها. اهي بصوا ما شاء الله، عملت لي شوربة عادية خالص زي اي لحمة. هتبدأوا ان انتوا ما تحطوش ملح غير لما تلاقوها استوت، او ما تلاقوها استوت، لان الملح بيأخر عملية التسوية. بحط لها بقى ملح، وبحط لها فلفل اسود، وهبتدي ان انا بعد ما تستوي اطلعها في الطبق بحيث انها تبرد خالص عشان ابتدي اشتغل واكمل باقي الوصفة. بصوا لو خدتوا بالكم الخبطة اللي بنخبطها بالهون على اللحمة بتخليها ما تتنيش مني قوي. يعني حتى لو اتنت فمجرد ما بتشتغلي بيها بتتفرد معاكي عادي، غير بقى لما ما بتدقهاش بتلاقيها كلها ملفوفة على بعضها لفة رهيبة يعني. بصوا اهو، مجرد ما بتيجي بشتغل بيها عادي، وهتطلع معايا مفروضة، وهتشوفوا ده بعينيكوا دلوقتي. خلاص اهو، اللحمة كده مسلوقة. هبتدي بقى ايه، احضر لها حاجات بسيطة كده عشان نحولها لطعم مختلف واحلى بكتير. معايا هنا بيضة واحدة. هضيف لها سنة ملح وسنة فلفل اسود عشان خاطر بس الزفارة. وبعد كده هبتدي ان انا اخففها بحوالي معلقتين من اللبن. سنة ملح وسنة فلفل اسود. الوصفة دي بقى تقدروا تاكلوها زي ما هي كده في عيش جنب سلطة، هتبقى حلوة وتص محمرة. تقدري تاكليها جنب مكرونة حباية وحباية، مكرونة حمرا، يعني تتاكل في جميع احوالها، هي حلوة ولذيذة. بخفق بقى البيضة كده، وعشان اخفها شوية هنزل عليها بمعلقتين بس من اللبن. وابتدي بس ايه ان انا اقلبها كده. بوفر اهو معاكم بيض. وبعد كده هحضر فيجيتار، طبق كده، وانزل فيه بكيسين من الفيجيتار، او كيس على حسب الكمية اللي انتي عاملاها من اللحم. انزلي بكيس كيس عشان ما تهدريش، علشان لو ما قضاش حطي على قد ما انتي محتاجة بس. ادي نزلت بكيس اهو. حسيت ان الكيس قليل قوي فنزلت بالكيس التاني. وكمان هجيب طبق تاني فيه حوالي 3 معالق كبار من الدقيق، مش محتاجة اكتر من كده. طبعا الفيجيتار ده مش محتاج يتبل، مش محتاج يتحط فيه اي حاجة، هو يعني سبايسي حامي ومملح كمان، وفيه كل التوابل. وادي طبق الدقيق اهو. اول حاجة هعملها ان انا هاخد اللحمة، هنزل بيها كده في الدقيق. بصوا شايفين اللحمة مفروضة معايا ازاي. هنزل كده في الدقيق، و يعني اغطسها في الدقيق كويس جدا بحيث ان يبقى كله في دقيق. تمام. وبعد كده هنزل فيها بالبيض.
اهو. انزل بقى بالبيض كده، برضو اشربها البيض كويس، وبعد كده انزل في الفيجيتار اهو. اصفيها بس كويس، وانزل بقى ايه بالفيجيتار كده. عايزه اقول لكم بيطلع طعمها خرافه، بيطلع طعمها حلو جدا. تقدروا بقى بعد ما تخلصوا الكميه بتاعتكم تحطوها في الفريزر تتشمع، وتقدروا تشتغلوا بيها على طول، وما تخافوش ولا هتفك ولا هتعمل اي حاجه في الزيت اهو. شايفين؟ تحسوا بقى ان القطعه حجمها زيت ما شاء الله يعني. خلاص ادي اهو، ادي الدقيق اهو. بعد كده البيض، وبعد كده البقسماط. ونكون بقى ايه محضرين الطاسه ما يكونش فيها زيت غزير، يعني عادي خالص كأننا بنقلي بطاطس كده، ونحمرها بمنتهى السهوله، ما بتاخدش وقت خالص، وبتبقى جاهزه معانا، وما بتشربش زيت، وطعمها في منتهى الجمال. جربوها بإذن الله تعجبكم جدا جدا. وطبعا تغيير اكل، لان كلنا بنبقى محتارين نعمل اكل ايه، بيبقى عندنا الاكل ومحتارين نعملها بأنهي وصفه وانهي طريقه. بصوا انا عملت بس الكميه دي، والباقي ما رضيتش اعمله بالطريقه دي لانها كانت حاميه، فالولاد هيحصل فيه مشكله، فسيبتها لهم زي ما هي مسلوقه في الشوربه كده. انا بس بوريكم الجزء اللي انا عملته بالفيجيتار، وطبعا مش هتاخد وقت خالص، وهتلاقيها احمرت معاكي اهو. بصوا شايفين بقى ما شاء الله، تحس ان القطعه كمان حجمها زاد اهو. شايفين بقى الجمال اهو، احمرت اكتر اهي. تيجي اخدها اهي ما شاء الله، شايفين الجمال؟ تحفه يا جماعه. دي بقى تاخديها كده وتفتحي نص رغيف وتحطيها فيها، نص رغيف بلدي، مع طبق سلطه، مع سلطه طحينه، مع بطاطس محمره، مع بطاطس عملتها لكم مع بعض قبل كده، ريش شيبسي بتتبيله معينه كده، هتبقى خطيره جدا. وادي طاره تانية اهي، وحمري بقى ودوقي وقولي لي رايكم اهو. وادي طلعت الطاره التانية ما بتاخدش وقت مني خالص، بتبقى جاهزه معايا. اتمنى يا رب تجربوها وان شاء الله تعجبكم. طبعا بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش لايك وشير، اشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. اشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.